مغربي، لحقاش الزوج الاجنبي يقدر ما يتوفروا فيه الشروط اللي كنبغي انا، وكذلك ما يكونش مسلم. ضد الاجنبي بقى عندهم الصفات ديال المسلمين، كيحترموا المراه كيقدروها. مغربي الاجانب فيهم مشاكل بزاف، ياخذوا البنت على حسب المتعه. مرحبا بكم، حلقه جديده معكم عبدو. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو هذا. اولا نبداو الحلقه ديالنا، رمضان كريم، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. وباش ما تمنيتوا قبل ما نبدا الحلقه ديالنا ما تنساوش الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الفيديو ديال اليوم الاخوان غادي نشوفوا الاراء ديال المغربيات. مثلا الا جاك زوج مغربي ولا اجنبي شنو غادي تقدري تزوجي؟ واخا كاينين بزاف اللي غادي يقول لك اودي خصني ندي اجنبي نظرا لظروفه او نظرا للحاله الماديه ديالو، عكس مغربي اللي الحاله الماديه ديالو ضعيفه. ولكن الشيء غادي نشوفوا في هذه الحلقه ديال الاخوان بلا ما نتعطل عليكم. خليونا نفضاو لا فيديو ديالنا، وما تنساش تابونا معايا في القناه وفعل ديك زر الجرس وشي لايك وشي كومونتير باش اي حاجه جديده غادي توصلك. على بركه الله الاخوان نبداو لا فيديو ديالنا. اختي الا جاك زوج مغربي او اجنبي شكون كتفضلي فيهم؟ واش اجنبي ولا مغربي؟ غنختار الزوج المغربي. علاش اختاريتي زوج مغربي بالضبط وما اختاريتيش زوج اجنبي، رغم ان الحاله الماديه ديال الاجنبي غتكون احسن من المغربي؟ لحقاش الزوج الاجنبي يقدر ما يتوفروا فيه الشروط اللي كنبغي انا، وكذلك ما يكونش مسلم. يعني مازال المغربي غادي يكون مسلم والدين كيحط على الاسلام، يعني خاصني نختار المغرب. هذيك الساعه غادي تشوفي الشروط الاخرى. حالاش مثلا الشروط اللي كتبغي انت يكونوا في الزوج اللي كتمنايه في المستقبل؟ يعني مثلا واش تعيشي معاه مزيان، واش داك الشخص يعني عنده نفس الافكار ديالك، نفس البروغرام اللي كتعيشي به، وداك الشيء غادي تعيشي معاه ماشي مشكل. المهم غير يكون مسلم ويكون كتوفر، يعني انا وياك غنتمالموا في داك العيشه كاجنبي كمغربي فحال فحال. هاد خطنا والله لا ما شاء الله. هي اول حاجه بعدا فكرت فيها هي انه الزوج يكون مسلم. وكاين شي بنات غير الله يسمح عليهم كيقول لك كتشوف هي غير الماديات، غير يكون لاباس عليه ما شغلهاش، يكون حتى يهودي ولا اللي بغى يكون، المهم الحاله الماديه ديالو تكون مزيانه جنافو. ما كتفكرش هي لا في يكون مسلم ولا. المهم الله يهدي الجميع بين قوسين وصافي. وانت اختي شنو كتفضلي؟ واش زوج مغربي ولا زوج اجنبي؟ نفضل اجنبي. علاش كتفضلي زوج اجنبي على مغربي؟ الاجنبي هو حقا قاوري، ولكن يعني نصراني ماشي مسلم، ولكن كوميم عنده كتلقاي عندهم الصفات ديال المسلمين. هو نصراني وماشي مسلم ولكن عندهم الصفات ديال المسلمين. شتيفه الله يهديك. راه الصفات ديال المسلمين بعيده كل البعد عن الصفات ديال اليهودي او النصراني، مهم اللي ماشي مسلم. كيحترموا المراه كيقدروها، كتشوفي بزاف المسائل. علاش شنو الراي ديالك مثلا في المغربي؟ هو علاش ما اختاريتيهش؟ شنو الراي ديالك فيه؟ المغربي شنقول لك، حنا نيت واقعين فيها، حنا فيها دابا ما كيحترموش المراه، ما عندناش داك احترام المراه. قليل قله كتلقاي انه كيحترم المراه، ما كاينش احترام المراه بتاتا. المراه عندهم الصابون. دابا قلتي ما كيحترموش المراه، وانتي قلتي باللي اختاريتي اجنبي، واجنبي يعني ما كيعرف في الدين والو. مادام ان الدين ديالنا كيوصينا على المراه، خير دليل الاخير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، كان كيوصي على النساء. وانتي قلتي غتختاري اجنبي، واجنبي يعني راه ماشي مسلم، يعني راه ما قاريش الحديث وما قاريش القران وما عرف حتى وزه في الاسلام، وقلتي غادي يحترمك. بارك الله عليك. هذه الكوزينه وصافي، يعني كتبدا هذيك العلاقه الزوجيه بالحب وسميتو، ملي كتبدا شنو غديري في السلامه مادام انت ما غتقابلي لا كوزينه لا وليداتك؟ شنو غتقابلي لنا؟ غتقابلي لنا الشطيح والريح في تيك توك مثلا؟ اش هاد الخبث باش كتهضر؟ دخلت عليك بالله. شنو غتقابلي؟ واش غتخلي راجلك هو اللي غادي يقابل لك الوليدات وانت غتبقاي تسالي مع صحاباتك هنا وانت هنا وانت هنا؟ اش هاد النيفو؟ اش هاد الروينه؟ واش عندكم شي حاجه اخرى في بلاصه العقل؟ كتبدا تلاشح اين فوا كيتولدوا الاولاد صافي كتولي المراه عنده خاصها تقابل ولادها كوزينه. هذا دخل انا جاي نعسي الدراري طي العشاء، هذا كتبقاش هذيك علاقه الحب. واخا ماشي مشكل. المهم انت قلتي الراي ديالك والراي ديالك مقبول، قلتي غتختاري اجنبي. يا الله ما عرفت شنو غادي نقول لك. اخت الكريمه شنو غادي تختاري؟ واش اجنبي ولا مغربي؟ واختي شنو غادي نقول لك، على حسب اللي غادي يرتاح معاه قلبي.
الى الاجنبي بغيتو وشت فيه بزاف د الحوايج اللي انا غادي نرتاح ليهم بيان سور غندي الاجنبي، والمغربي عاوتاني كذلك. عرفنا باللي غادي ترتاح معاه قلبك يقدر يكون اجنبي ولا مغربي، ولكن بغيناك تقول لنا الاختيار ديالك واش اجنبي ولا مغربي. غير هو يعني ولد بلادي غيكون نفس العقليه نفس الشخصيه، واخا بعد لا هو بعد المرات كتلقى عاوتاني المغربي عنده عقليه اجنبيه، ماشي بالضروري يكون مغربي ولا يكون اجنبي، اللي انت غادي ترتاحي معاه واللي غتلقاي فيه داكشي اللي انت بغيتي انه يكون فيه. ما عنديش قرمد المشكل، غير انه يكون راجل بمعنى الكلمه. بارك الله عليك، غير انه يكون رجل بمعنى الكلمه، ولكن كان من المفروض عليك انك تقولي بعدا مغربي مسلم، لان هذه قضيه ديال انه يكون مسلم يعني ضروريه، لان راه ما يمكنش لك انك تنعسي في الفراش وانت مزوجه باجنبي وهو ماشي مسلم. وانت يا الاخت شنو غادي تختاري لنا، واش اجنبي ولا مغربي؟ المغربي احسن. لان المغربي انا مجوجه به السنين هذه ولاقي راحتي معاه، داكشي علاش. بارك الله عليك، هذه هي الهضره، مغربي وهي مزوجه بمغربي، الله يدوم المحبه بيناتكم. ما كاين لاش كتولدي اولا الا مشيتي خديتي اجنبي كتاخدي على الفلوس، حنا ما بغيناش الفلوس، بغينا راحه البال. هاد الهضره بالضبط كنت كنقلب عليها، بالضبط هذه كنت كنقلب عليها شي وحده تقولها، ولكن راه حتى شي وحده ما قالتش هاد الهضره. الماديات بنادم كيقلب على الماديات، الا اختاريتي اجنبي يعني راه كتقلبي على الماديات، عكس مغربي يعني راه موفر لك كل شيء، الراحه النفسيه، المهم عقليه ابار، عقليه ديالو يعني راه فهمتي العقليه ديالو وتا هو غادي يفهم العقليه ديالك. اما اجنبي مسلم ما يفهم عقليتك، ما تفهمي عقليته، ولكن كتختاري في الماديات عليها كتختاري اجنبي. راحه البال احسن من الفلوس. راحه البال ما كتشراش بالفلوس، تكون كتغطى بهم وتفرشهم، المهم راحه البال ما كتشراش بالفلوس. هذه ديروها في الدماغ ديالكم قبل ما انكم تختاروا الزوج اللي غادي تزوجوا به او الزوجه اللي غتزوجوا بها. راحه البال ما كتشراش. المغربي اولا كيفهمك وكتفهميه، كتعرفي الظروف فاش كبرتوا وكتعرفوا المعيشه فاش كبرتوا، ماشي بحال الاجنبي يلاه عاد خصك تبداي من جديد بحال واحد اللي يلاه كتربيه من الاول. تبارك الله عليك، دابا اجنبي راه بحال كتربيه من الاول. تبارك الله عليك، هضره معقوله على حقها وطريقها. وانت اختي مثلا الا جاك زوج مغربي واجنبي بجوج بيهم، شنو غادي تختاري، واش مغربي ولا اجنبي؟ غنفضل مغربي. واخا قول لنا علاش كتفضلي مغربي على اجنبي؟ الاجانب فيهم مشاكل بزاف، في الاول كياخذوا البنت على حسب المتعه. ابار الماديه ديال الاجنبي يعني هما كيستغلوا، انا راه ما يعقلش عليك يشوف فيك هكا ولا راه ما يعقلش عليك يرميك للزنقه. اما مغربي راه تقدري تجرجري معاه في المحاكم وكذا، ولكن ما يقدرش انه ياذيك، فهمتي؟ صافي من بعد كتبان له كزعف كيطلع له في راسو لا، ومن بعد كيبغي يبدل بزاف مشاكل كيطيحوا فيها صعيبه في الاخر، عاد كيبداو اول حاجه هي اللي كانوا الوليدات، صعيب الحال بزاف. ما هي زعما تقدر تخرج براسها، ما غتخسرش بزاف، واخا غتخسر نفسانيا وغتخسر راسها بزاف د الحوايج، ولكن الوليدات هما المشكل الصعيب. قبل ما تفكري في الزواج وكذا، ملي غادي يجيو الوليدات كيفاش غتكون الحياه بعد ما غيكونوا الوليدات؟ هذه الحاجه الوحيده اللي خص الواحد يفكر فيها مزيان، ماشي الا لقيتي شي بنت الناس مثلا كتجرجر معاك في الزمان وهذه صافي كتقول صافي راه هنا نبات، ولكن يقدر ملي غيجيو الوليدات يعني الحياه كتبدل. حنت شفت بزاف البنات وقعوا في هذا المشكل بزاف، ماشي وحده ماشي جوج ماشي 10 ماشي 20، يقدر كاع يطور الزواج حتى 10 سنين وفي الاخر كيوقعوا في مشكل. انا شفتها بزاف، ماكسيموم كيبقى 10 سنين صافي سيفيني. من طبيعه الحال نفضل المغربي ولد البلاد، بعدا ما غيقدرش يدير شي حوايج اللي غيديرها واحد اجنبي، لان اجنبي راه غادي يدير معك شي حوايج اختي، مغربي ما غاديش تعطي له الكرامه ديالو او النفس ديالو انه يدير معك دوك الحوايج، لان الاجنبي راه هما كيبغيو المتعه. اما مغربي تسمى انه تزوج على سنه الله ورسوله وكمل دينه، كيبعد على داك الشيء اللي حرم الله وكيجي عندك في الحلال وكيكمل معاك حياته في الحلال، عكس اجنبي اللي غادي يديك غير المتعه، ونهار كيمل منك راه غيسيبك للزنقه، وديك الساعه راه ما تاكل فيك الدياب. فهموا شويه خدموا الدماغ. كتبقى هذيك غير اجنبيه عليه، واخا يكون يبغيها لاقصى درجه كتبقى دائما اجنبي وغيفضل عليها تا هو بنت بلاد. تبارك الله عليك. هاد ختنا والله داك الشيء اللي كنت انا غادي نقولوا، هاد ختنا راه لخصتو في دقيقه ولا ما كملاش. اجنبي راه المتعه، بغيتي مغربي
تعيشي حياتك سعيده واخا الماديات وكذا، ولكن راه بامكانكم انكم غادي ديروا داك الشيء اللي بغيتو، داك الشيء كامل اللي كتحلموا به، الفلوس والدار والطوموبيل وهذه، مع بعضياتكم غادي تحققوا الاحلام ديالكم. والله ما كيخيب حتى شي واحد، الله يرزق لاي واحد داك الشيء اللي بغا، والله يوصل اي واحد للهدف ديالو. وانت يا اختي شنو كتفضلي، واش زوج اجنبي او زوج مغربي؟ مغربي اكيد، حيت ولد بلادي يعني بارك الله عليك، ولد بلادك راه ما كاين فحال ولد بلاد. يكون ثقافه وحده، ديانه وحده، ما تلقايش يعني واحد، يعني ما تلقايش واحد الصعوبه في الحياه معاه، تكون بزاف د الحوايج متفقه انت وياه فيهم. اول حاجه واهم حاجه هاد ختنا تبارك الله عليها فهمها حتى هي، عارفه شنو كتقول. الديانه اول حاجه هي تشوف الدين، من موراها كيجيو عاود الصفات ديال الزوجه الصالحه او الزوج صالح وزيد المهم بزاف. نبي اكيد تما الديانه مختلفه، اول حاجه يعني اهم حاجه هي الديانه، وهتكون صعيب انك تاقلمي معاه في حوايج اخرين. ديانه ردوا البال، راه كاينين شي وحدين راه غير كيلقاو ميكرو كيبداو يهضروا بلا بلا بلا، ندي اجنبي هادي وهادي. فكروا مزيان وشوفوا القصص الحب ديال المشاهير، خير دليل المشاهير ابطر يعني اللي ما معروفينش بزاف. وشوفوا غير القصه ديال رونالدو باش تعرفوا قيمه ديال بنت البلاد او قيمه ديال ولد البلاد. انا راه غادي يدير معك شي حوايج اللي الاجنبي ما يديرهمش معك، والاجنبي غادي يدير معك شي فضائح وشي كوارث اللي المغربي النفس ديالو والكرامه ديالو والدين ديالو ما يسمحش ليه انه يدير معك دوك الحوايج. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو هذا. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، يكون خفيف وظريف على قلوبكم. ما تنساوش تخلونا شي لايك وابوني وكومونتير وبارطاجيو لا فيديو. وكان معكم عبدو، نتلاقاو شي فيديو اخر ان شاء الله. باي.